مفيش حاجه اسمها كيمياء صعبه، مفيش حاجه اسمها فيزياء وماس صعب، علم علوم، علم رياضه، اداب. المذاكره صعبه بس الفشل اصعب، المذاكره صعبه بس الفشل اصعب. ما بنخافش من الامتحانات، الامتحان اللي هتخاف منه هتسقط فيه. الخوف قبل التجربه عجز، واحنا مش عاجزين. انت ما انتش عاجز يالا. كل المطلوب منك انك تعمل اقصى حاجه عندك، انك تقلل خروج وتقلل زعل مع اصحابك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت دماغك نضيف يا محمد، الثانويه العامه مش بعبع. اقسم بالله العظيم لو حطيتها في دماغك هتنجح. الثانويه العامه مش بعبع، انت بطل بجد، ووقت الجد بتقوم وتسد. ايه يا وحش، ده ما يقع الا الشاطر. قوم يا عم كمل، وقع مرة واتنين وتلاتة يا عم، ياما الجمل كسر بطيخ. قوم يا عم شد حيلك، ايه هتخلي الحاجات دي تأثر فيك؟ بص عشان تبقى انت فاهم، اهم قرار هو القرار اللي مش بتعلنه ولا بتحكيه لحد. اهم قرار بتاخده بيكون بينك وبين نفسك. الطريق طويل وده المقصود، علشان خاطر قليل اللي هيكمل فيه، بس بقى اللي هيتمرقع والله ما هيوصل. اول مرة هتقع هتفتكر انها النهاية، بس الحقيقة دي بداية. انت لو فهمت الطريق ماشي ازاي هتعرف تتحكم في عقلك وجسمك، هتعرف تاخد الطريق كله من اوله لاخره من غير ما حد يوقفك. احسن ما فيك بيطلع لما بتبقى نفسك، بي يور سيلف. لما تعرف نفسك وتستسلم ان دي الامكانيات اللي ربنا خلقني بيها، هتطلع احسن ما فيك. فانا وصلت للمعنى ده. انت ربنا خلقك كده بالمواصفات دي بالشكل ده، ما حاجات كلها مالكش فضل فيها ولا اخترتها ولا حاجه. الشطاره انك تتيقن دوت وتنتبه له. انا كده، فانا اي ويل ميك ذا بيست، وهستغل امكانياتي باحسن طريقه ممكنه. نوينج يور سيلف، انك تعرف امكانياتك وانت مين وربنا محابيك بايه، هتطلع احسن ما فيك. يا ابني ده مستقبلك، ما تتعاملش مع مستقبلك برفاهيه. اللي هو جه ما جاش خلاص، ده مستقبلك. فما تروحش تقول لحد هو انا ينفع اعيش ولا لا، هو انا ينفع انجح ولا لا، هو انا ينفع ابقى متميز ولا لا. قولا واحدا ينفع، لانك بني ادم، والبني ادم عنده يعني ربنا خالق له عقل. العقل ده طاقه غير محدوده حرفيا. فما تروحش لحد، ممكن انا عقلي يبقى محدود فاقول لك والله ده انت يا ابني امكانياتك على كده، ما كنتش شايف الزاويه المضيئه فيك، ما كنتش شايف امكانياتك كلها، فاقول لك يا ابني انت مش هتلحق، انت امكانياتك على قدك. ليه تخليني انا احكم عليك مع ان حضرتك انت اللي معاك القوه مش انا؟ فلا عليك اركز كده، تعامل مع حلمك انه حلم، تعامل مع مستقبلك انه مستقبل، تعامل مع ثانويه عامه وما تبقى من ثانويه عامه ان هي مستقبلك، مش 4 شهور نفسك يعدوا وخلاص زي ما تيجي. تعامل مع ال4 شهور الباقيين دول اللي هي بقايا الثانويه العامه، اتعامل معاها، او ال3 شهور ايا كان بقى. احنا لو جينا نخصم دلوقتي مش هيطلعوا 4 شهور اصلا، احنا بنتكلم في 3 شهور، 3 شهور وشويه. اتعامل معاها بمبدا ان ده مستقبلك، ما تتعاملش معاها ان يا رب ال3 شهور اغمض عيني كده افتحها الاقي ال3 شهور اختفوا. وبعد ما اختفوا بأني شكل وبأني وضعيه، وانت فين؟ كده ان شاء الله باذن الله ال3 شهور هيعدوا. كده عنصر الزمن مش هيتوقف الا لو الايام قامت. فما تجيش تقول لي انا نفسي اغمض عيني افتح الاقي ال3 شهور عدوا. ايوه بقى هم عدوا، انت بقى حضرتك كنت فين؟ يعني بقيت فين دلوقتي؟ بعد تخيل كده ان 3 شهور خلصوا، الحمد لله خلصت من قرف ثانويه عامه خالص، وال3 شهور خلصوا وانت قاعد في اللحظه دي بقى، انت قاعد فين؟ حالتك عامله ازاي؟ انت فين وسط الناس؟ مش مهم ان هم يعدوا، المهم ان هم لما يعدوا انا فين. اسمعني الكام دقيقه دول وانا واثق ان هم هيغيروك، يعني ان شاء الله يكونوا سبب انك تتغير وتفكيرك كله يتغير. يعني لو انت في ثانويه عامه، في واحد صاحبي كان في اولى وفي تانية ما بيذاكرش خالص، يعني هو ما كانش بيذاكر خالص ولا بيحضر دروس ولا اي حاجه. المهم جينا في ثالثه هو شد جامد قوي، ويعني كان ماشي معايا الرحله انا وهو، وشد جامد وجاب اخره في المذاكره. المهم جينا في الامتحانات، احنا لما كنت بخرج من الامتحان كنت اول ما بروح بكلمه. فالمهم كنت اكلمه مثلا، جينا في امتحان الكيمياء ده كان صعب جدا على مصر كلها. المهم كلمته ايه الاخبار، قال لي والله بص، كلامه وهو صادق ما بيكذبش، كلامه لا انا ضايع، يعني ايه الدرجات اللي هو يجيبها يا دوبك تنجحه. طب في الفيزياء ماشي، العربي عنده غلطات كتيره قوي، في النحو اللي بدرجتين، وفي النصوص وفي القراءه. المهم يعني تقييمي انا للامتحان وتقييمه للمجموع بتاعه يعني ايه، ربنا يستر. المهم جينا يوم النتيجه،
الغي حساباتي، ارمي حساباتي دي كده، ارميها وارمي حساباته، والحمد لله الحمد لله ربنا كرمني. طب انا ليه بقول لك الكلام ده دلوقتي؟ عشان كتر الكلام اللي انتوا بتسالوه لي يعني. يا ابني والله العظيم والله العظيم سبب كل اللي حصل ده والله للصلاة. والله يا ابني والله هو ما كان بيسيب فرض، بل ان هو اللي كان بيشجعني كل يوم ان انا انزل اصلي. والله هو اللي كان بيشجعني وبيعني ان انا انزل اصلي. هو دلوقتي الحمد لله في كلية حاسبات ومعلومات الباشمهندس. ف صلي صلي يا ابني، سيبك من اي حاجة. التوفيق لو حلفك خلصت. توفيق ربنا لو حلفك كده وخلاص انت بقى معاك توفيق ربنا، الموضوع خلصان. لو ايه حصل بس توفيق ربنا وكرمه يحلفوك بايه؟ بالصلاة. صلي، ارجع صلي يا ابني. لو نفسك في حاجة ارجع صلي. هو مش ربنا اللي عايزك، انت اللي محتاج ربنا. بص انا مش محتاج اكلمك انت السنة دي بالنسبة لك ايه، بس يا ابني صلي. والله العظيم اكبر نصيحة انا ممكن اقولها لك، والله كان كل يوم هو اللي فكرني بالصلاة. صلي. وانا بقول لك خارج من كل امتحان، وهو ما بيكذبش، خارج من كل امتحان والحمد لله ربنا كرم بالصلاة، عشان ربنا في توفيق. مع ان الناس اللي كان بيراجع معاه، شوف اهو كان بيراجع مع ناس شاطره، والله العظيم هم كمان جايبين مجاميع. يعني هم جابوا مجاميع وهو جاب مجموعه ازاي؟ توفيق. فقوم صلي يا ابني، انوي كده بدايه جديده، وانوي كده خليك مع ربنا وصلي، وهتلاقي ربنا بيكرمك وهتلاقي ربنا بيوفقك. بس انوي، قول انا كده يا رب من دلوقتي لو وراك فرض قوم صلي وذاكر، هتلاقي اقسم لك بالله انت كده من غير تلاقي كده ربنا بيوفقك. بتذاكر، بتخلص، بتراجع، بتحل، تلاقي كل حاجه ماشيه معاك كده قشطه. بس ادي لربنا، اعمل حاجه لربنا عشان ربنا يكرمك. ده اللي انا اقدر اقوله لك، ودي النصيحه اللي انا اقدر اقولها لك، وده اللي انا شايفه. يعني انا ده من خلال تحليلي كده انا شايف ان الصلاه هي اللي تعمل كل حاجه. اقسم لك بالله. صلي عشان ربنا يكرمك. مش يا سيدي قول بقى ورايا بالمره: لا اله الا الله، الحمد لله، والله اكبر، سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. واخر حاجه ما تنساش انك صلي على النبي. سلام. تفتكروا في حاجه في الثانويه العامه اهم من المذاكره؟ انا حابب اقول لك ايه، الثانويه العامه مش كتاب وبس ولا دروس وخلاص. الثانويه العامه دي رحله، وطبعا اي رحله بتفرق جدا انت ماشي فيها مع مين. في ناس كتيره بتفتكر ان الصحبه حاجه كده على الهامش ملهاش قيمه قوي يعني، بس الحقيقه ان الصحبه اصحابك يعني ساعات بتحدد مصيرك اكتر حتى من المذاكره نفسها. اللي حضرتك مش واخد بالك منه ايه؟ صاحبك اللي بيجي يقول لك يا عم سيبها النهارده وبكره ربنا يسهل ونبقى نشد، ده الحقيقه مش صاحب، ده واحد جاي حياتك يفرملها. وصاحبك التاني بقى اللي كل ما تيجي تتكلم معاه يحسسك ان الدنيا سهله، ان الوقت بيطير والحصه تبقى هزار بقى والدروس نكت، ده ممكن فعلا يكون بيضحكك دلوقتي، بس لازم تبقى متاكد انه هيبكيك قدام يوم النتيجه. اوعى تنسى ان في يوم نتيجه. في المقابل بقى في واحد صاحبك تاني خالص، مش شرط يكون بيذاكر اكتر واحد، لكن مجرد قعدتك معاه تقعد معاه بس تخليك تقوم تمسك كتابك من غير ما يحسسك ان انت مضغوط. صاحب يقولك احنا يا عم نخلص اللي علينا وبعد كده نرتاح، مش يقولك احنا نرتاح وبعد كده نشوف اللي علينا. الثانويه العامه مش محتاجه صاحب مثالي، او مفيش صاحب مثالي، مش محتاجه حد حافظ المنهج من اوله لاخره، هي محتاجه صاحب فاهم، صاحب مدرك ان التعب دلوقتي اهون بكتير من انك تندم بعدين. وعشان كده وانت في الرحله دي، رحله الثانويه العامه الطويله دي، اسال نفسك سؤال بسيط قوي: انا لما بقعد مع اصحابي بقرب من حلمي فعلا ولا ببعد خطوه ورا خطوه؟ مش لازم تقاطع حد، انا مش عايزك تقاطع حد، ما تخسرش حد، مش لازم تعمل مشاكل مع حد، بس انا عايزك تختار مين يفضل معاك في الطريق، لان الطريق طويل. مين يفضل معاك ومين يركن على جنب دلوقتي بس لغايه ما نخلص ثانويه عامه. يعني انا عايزك تفتكر ان الطريق طويل بجد، والصحبه الصح بتخليه اهون، انما الصحبه الغلط بقى لا، الصحبه الغلط تخليه تقيل حتى لو كان قصير. انا عايزك تختار الصحبه صح عشان توصل صح.